السلام عليكم. طبعا اليوم حنشرح عن تطبيقات الأنمي اللي هي تقدر تشوف بيهن أنمي ببلاش. تطبيقات معدل عليها. بس قبل لا نبدأ بالشرح، صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا تطبيقات الأنمي تطبيقات أكثرهن الأغلب يعرفون إنه تطبيقات مدفوعة، يعني لازم تدفع اشتراك يلا تشوفن. بس هذني تطبيقات معدل عليها تقدر تشوف أنمي ببلاش. تطبيقات هذني اختاريتهن لأن أفضل شي بيهن جودات هواية، وتقريبا يعني شغالات كلهن أصلا يعني تأكدت منهن واحد واحد، وكل الجودات تطبيقات شغالات ما فينا أي مشكلة. التطبيق الأول اللي هو فاصل إعلاني. فاصل إعلاني اتش دي، هذا تطبيق بمكتبة كاملة مال أنمي، تقدر تشوف بيه الأنمي بأعلى الجودات، وأي فيلم يعجبك موجود بيه لأن هو بيه مكتبة خاصة بالأنمي. وطبعا بيه هواية أفلام أجنبية، بس يعني موجود هم بيه أنمي هواي فخليته ضمن القائمة. التطبيق الثاني اللي هو أنمي داي. أنمي داي تطبيق هذا همات يعني بآلاف مؤلفة من الأفلام. تطبيق بيه همات مكاتب كاملة بهواي شغلات عن الأنمي، دبلجة ما دبلجة كل شي بيه. طبيت أنا هم تأكدت من عنده، التطبيق شغال بمية بالمية. تطبيق مدفوع ما بي أي إعلانات. أي تطبيقات أنزلها أنا ما بيهن أي إعلانات. تطبيق بتفتحه وقول يشتغل. تطبيق عادي لا يضوجك ولا شي. التطبيق الثالث اللي هو أنمي واتشر. أنمي واتشر هم تطبيق حاله حال هذني. تطبيق هم تنبي أنا مكتبة مال أنمي كاملة، تقدر تشوف فيه أي فيلم يعجبك بآلاف يمكن إذا مو ملايين الأفلام. التطبيقات ذني معروفات، بس شنو معروفات إن هي تطبيقات لازم تشترك بيها. بس ثاني طبعا عدلت عليهن وخليتهن مجانيات، يقدر أي واحد يشوفهن بدون أي اشتراك. وإذا عاجبك تطبيق بلكي الله نقدر نلاقي واحد مدفوع أو معدل عليه، فاكتب لي اسمه بالتعليقات، أو مثلا اكتب لي أي شيء عنه، حتى بلكي الله نلاقي لنا تطبيق ونشرح عنه. وبس، لهنا ينتهي الشرح. لا تنسى تخلي لايك وتشترك بالقناة لأن هذا دعم لنا. وبس، سلام.